بسم الله مجراه ومرساه. فتظهر لي بانهم بعد المسيره الحمد لله اللي كانت موفقه الفريق المغربي الفاتي في اول تجربه، يعني بالنسبه لنا اللي مشينا فيها بعيد على الصعيد الافريقي وهي كاس الاتحاد الافريقي. هذه يعني منافسه ديال عصبه الابطال لها طعم اخر، واكيد بانه غتكون فيها نديه وغتكون فيها يعني منافسه قويه مع فرق اللي متمرسه وفرق لها تجربه كبيره. ولكن حاليا المغرب الفاتح اصبح له كذلك قيمه، اصبح له وزن على الصعيد الافريقي، بحيث بانه من بعد السوبر كوب الاخيره اللي انتصرنا فيها على فريق الترجي بدات تعطى الفرق قيمه، وهذا ماشي مجرد يعني بالنسبه لنا ارقام على الورق، ولكن حتى في اللاعبين حسيت بانه يعني وصلوا لواحد الدرجه من النضج، وصلوا لواحد الدرجه بانهم ولاو يعني عندهم الشخصيه ديال الفريق اللي كتبحث على الالقاب. هذا ماشي سهل، لانه هذه الشخصيه يمكن ربيناهم عليها باش زعما دائما يطمحوا يكون عندهم حس ديال التحدي في اي منافسه كيف ما كانت. وهذا من هذا المنطلق حاليا كنحاولوا كنهيئوا الفريق كذلك باش هذه المغامره الجديده يعني نمشيو فيها لابعد حد. ابعد حد ما نكونوش كنتسرعوا من الان كنفكروا يعني في النهائيات، ولكن نفكروا خطوه بخطوه كما عملنا في السابق. يعني خصنا نمروا هذه المراحل بجوج ديال الدور الاول والدور الثاني، من بعد ما كنا يعني عندنا يعني امتياز بانه ما جدناش المباريات التمهيديه، وهذه حتى الفرق المغربيه كلها، وهذا بفضل الفريق المغربي الفاسي، لانه ترتيب الفريق المغربي الفاسي حتى على الاتحاد الافريقي باش كل الفرق المغربيه يعني تجاوز المرحله التمهيديه. فهنا في هذه المرحله الاولى والمرحله الثانيه اللي عندنا غير جوج ديال المراحل، ماشي في السابق كانوا عندنا 4 وهذه كانت صعبه. فخصنا يعني نحاولوا هذه المرحله الاولى ديال غينيا كوناكري بحكم بان غنلعبوا اول مباراه خارج الميدان مباراه الفاس باش نتجاوزوها يعني كيف ما كان الحال، وتكون يعني الدور الثاني يكون اصعب مع اما الزمالك او افريكا سبور ديال ابيجان ديال ساحل العاج، واللي غير الاسماء ديالهم كتبين لك الوزن ديال الفرق. ولكن كما سبق وان ذكرت حتى اللاعبين ديال الفريق المغربي الفاتح حاليا وكل المكونات اصبح لنا يعني دائما في هذا الوقت الراهن كنطلعوا يعني باش نمشيو بعيد، حيت لا مرينا دور المجموعات غنكونوا قطعنا شوط. وانا ذاك غادي نذكروا لان عندنا متسع من الوقت، عندنا المرحله ديال تعزيز الفريق. يعني انتم شفتوا في المراحل اللي سابقه وانتم تابعتوا وواكبتوا معنا يعني الاطوار كلها، بانه دائما كانت يكون عندنا نقص في الفريق، ولكن قوه الفريق في مجموعته وقوه الفريق كذلك في المباريات ديالو اللي خارج الميدان دائما كنا كنبحثوا على الاقل باش نسجلوا واحد هدف يكون ذهبي، وحتى المرمى ديالنا ما يدخلش على هذا، اما ما يدخل اي هدف او ما يدخل هدف. وهذا كان الامتياز عندنا. فاحنا ما غاديش نغيروا الاسلوب ديالنا، ما غاديش الطريقه ديالنا، غادي نحاولوا باش نمشيو يعني ندافعوا ببساله على المرمى ديالنا باش من اي هدف، ولما لا يعني بالمهاجمين ديالنا والسرعه المهاجمين ديالنا نبحثوا على الاقل باش نقتنصوا شي هدف اللي غادي يكون يعني بمثابه هدف اللي غادي يقدر يضمننا يعني التأهيل بنسبة يعني كبيرة، خصوصا أنه غنستقبلوا المباراة في الميدان ديالنا في مدينة فاس أسبوعين من بعد. كاينش تخوف على حراسة المرمى بحارس واحد؟ فعلا حراسة المرمى وقعت لنا عدة يعني مغامرات في السابق، وأظن بأنه دائما تكون هناك يعني تخوف، ولكن يعني الثقه اللي واضعين في اللاعبين ديالنا، وخصوصا في التكوين ديال هاد اللاعبين في المرمى، وخصوصا بان المغرب الفاتح معروفه بشنو حراس المرمى، حتى هما ما كانوش زعما ما خذلوناش، بالعكس. حتى المباراه اللي انتصرنا فيها خارج الميدان ديالنا ضد فريق شيبه القبيل فحارس الصخره وبوحده كان هو الحارس اللي كان رسمي، ولما لا باش نعطيو ثقه كما تعطى الثقه للزنيتي. يمكن بان في واحد الوقت اللي كان مغمور، كان الزنيتي ما معروفش، وهذه المنافسه الافريقيه بيناتهم لما لا تكون هذه السنه كذلك للصخره له من الامكانيات، له من المؤهلات يعني، ونزيدوا ننميو فيه شخصيته القويه جدا باش يكون هو العرين ديال حراسه المرمى ديال الفريق المغربي الفاسي.